الصدمات اللي بناخدها في حياتنا، الأقلام اللي ورا بعضها، الخذلان اللي بيقابلنا من الأشخاص، يا ترى سببه إيه؟ ببساطة سبب أي موقف تتعرض له في حياتك على شكل صدمات في الناس اللي حواليك، أقلام بتتكرر كتير ورا بعض، سببها حاجتين. واحد، وهو إن أنا طول الوقت بلعب على حتة العشم الزيادة، التقدير الزيادة، ان انا اخد زي ما بدي، فلما ما بلاقيش ده تحصل الصدمة. طب اصلا انا عملت وسويت وي 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 وي، ده بعد التقدير ده كله ما لقيتش نتيجة، ده بعد مش عارف ايه. وهنا لازم ترجع لنفسك وتقف وقفة. يا ترى التوازن في علاقاتك اخباره ايه؟ بتدي زي ما بتاخد، ولا عمال بتدي وقت، مجهود، صحة، فلوس، مشاعر، حب، وقصاد ده كله ممكن تاخد فتات، ممكن ما تاخدش خالص، بس انت قاعد وشايف ومكمل. فلما يجي موقف صغنن قد كده نلاقي الدنيا بتتهد. ليه؟ عشان انا مش عامل التوازن بتاعي في حياتي صح، مش عامل التوازن في بيئة العمل، في علاقاتي، أسرتي، صحابي، شريك حياتي. فارجع اسأل نفسك، يا ترى ايه اللي بديه اكتر من اللي باخده؟ السبب التاني، وهو ان لما بيحصل فكرة الصدمة بتبقى راجعة ان انا مش بحط الناس في اماكنها الصحيحة. يعني انا جايب حد حطه في مكان ومنتظر منه حاجة اعلى، جايب صديق لسه متعرف عليه اول امبارح ومنتظر ان هو يسأل عليا ويقف جنبي ويديني من وقته، ولو احتجت له مش عارفه اعمل ايه. انت مرتبهم غلط. شريك حياة لسه بتعرف عليه في اول شهر ولا 2 ومنتظر منه حاجات كتير. شغل لسه رايحه وعمال قدم مفيش حاجة باخدها، فحاطط حاجات مش في مكانها، حاطط مجهود، وقت، مفهوش بالانس، مفهوش توازن. فكل ده بيودينا الخلل في العلاقات، يودينا لحاجة اسمها toxic relationship، فتودينا لسكة الصدمة النفسية، تودينا لفكرة ايه اللي بيحصل لي؟ ليه الأقلام كتير في حياتي؟ السبب التاني، وهو ايه الدرس اللي انا اتعلمته؟ يا ترى من كل الحاجات اللي بتحصل لي، من كل المواقف المتشابهة، اتعلمت الدرس؟ لأ. طب يلا خد اللي بعده، بس هناخده بأوفر دوز شوية، هناخده بجرعة أزيد، ألم زايد علينا شوية، وجع أكتر. ايه ده لسه متعلمتش اللي بعده؟ طب يلا اللي بعده، لحد ما تفوق وترفع ايدك وتقول شهدت، اتعلمت الدرس، نقطة من أول السطر. فباختصار، راجع علاقاتك، راجع التوازن اللي فيها في أي دايرة من الدوائر اللي انت فيها. تاني حاجة، توازن للدايرة اللي انت حاسس ان انا بدي فيها اكتر ما باخد. وبعد كده يا ترى مين في مكانه الصحيح ومين في مش في مكانه الصحيح، وورقة وقلم بقى وانت بتعمل الكلام ده، عشان هنا لازم حياتك بعدها هتتغير. بس المرة دي لما تتغير هتتغير للأحسن، هتديك ناس صح، تتحط في الأماكن الصح، هتديك توازن في حياتك، هتديك تعلمات أفضل وأسرع. بس المرة دي تديها لك بالشياكة، تديها لك بلطف، من غير إقلام ومن غير وجع.